بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الفراخ بتاعتنا البيضه، بسم الله ما شاء الله، اليوم ال 28. طبعا احنا الفراخ عشان نوصل بالوزن اللي احنا عايزينه في البدايه خالص لازم نظبط الامعاء بتاعه الفراخ. طبعا الحاجات اللي احنا عملناها في الاول، الناس طبعا اللي متابعانا عارفاها احنا مشينا ازاي. مشينا برنامج ان احنا نحافظ على معده الفرخ، نحافظ على على التنفسي، ان احنا ما نخليش اي مشكله تجيلنا. احنا بالاعشاب بنحط كل حاجه، كل عشبه للحاجه اللي هي عشانها. يعني الاسهال ليه اعشاب، التحصين مش الاسهال هو للاسهال بس لو الاسهال شديد لا بيبقى نجيب علاج. لكن لو في الاسهال يعني في اوله او بتعملي تحصينات، دي حاجات طبعا كلها من اعشاب. وكمان في حاجات بنحطها على العلف، وفي حاجات بنشيلها، وفي حاجات يعني كل حاجه ليها وقتها وليها الوقت المناسب بتاع الفرخ. احنا طبعا مش ماشيين ببرنامج للفراخ دي من اول ما جبناها من اول يوم. طبعا في العلف طبعا حطينا نسبة بروتين على علف اعلى في الايام الاولانية، وبعد كده احنا مشينا بقى برنامج لتحصينات عشان ضد الاكسيديا او الكوليستيريديا، عشان طبعا ما يجيش الاكسيديا بتسرق الاوزان مننا، والفرخ طبعا ما يحولش. فاحنا عشان الفرخ يحول لازم نمشي بطريقه منظمه بالنسبه للفرخ. ان احنا في الاول لغايه 20 يوم احنا مشينا علف صافي، ومشينا بالاعشاب ان احنا ما نخليش نقع في اي مشكله بالنسبه للتنفسي او بالنسبه للاسهالات. فاحنا طبعا حجمنا كل ده، وفي نفس الوقت في حاجات بتديها من الاعشاب بتموت البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. وفي حاجات احنا بنستعملها بعد ما بندي الاعشاب دي عشان ننشط البكتيريا النافعه، عشان طبعا لان في اعشاب بتقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. فانت لازم بعد ما بتتقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره بتديها حاجات برضو تنشط البكتيريا النافعه معاكي، عشان الفرخ طبعا لازم البكتيريا النافعه عشان دي بتحول الفرخ ان شاء الله. احنا طبعا كل شغلنا بندي بدايل. انا طبعا ما بحملش هم الفرخ بعد ال20 يوم. هو في ال20 يوم ممكن ياخد مني كيلو الا ربع علف، لكن بعد ال20 يوم انا ما بحملهوش هم ان انا باكله اي حاجه معايا. حبه فول موجودين، حبه رز، حبه مكرونه، حبه عيش، حبه اي حاجه. فاحنا طبعا مش بنحمل هم الفرخ الابيض خالص. الناس اللي بتقول الفرخ الابيض بيتربى على العلف بس، لا، احنا طبعا مش بندي علف صافي ومش بندي بدائل صافيه، لا، بندي نص والنص. ممكن بقى في الاخر خالص لما احنا نشوف الفرخ معانا الوزن بتاعه بقى حلو، احنا كده مش محتاجين ان احنا خلاص خدنا الحجم اللي احنا عايزينه، ممكن بقى تسحبي العلف. بس العلف مش بيسحب مره واحده، بيسحب تدريجيا. احنا حتى لما بنيجي بنغير من بادي لنامي بندي بندخله بالتدريج، الربع الاول وبعد كده النص، بعد كده التلات ارباع، عشان طبعا بنأهل معده الفرخ اللي انت هتحطيه العلف الجديد. فاحنا بقى طبعا البدائل برضو بنحطها بالتدريج، وبسم الله ما شاء الله جايبه معانا نتيجه والحمد لله. احنا بنوزن كل 5 ايام ان شاء الله باذن الله، على يوم ال30 ان شاء الله بامرك يا رب، ربنا ييسرها برضو وهوزن لكم ونشوف الاوزان ان شاء الله. طبعا المكان ناشف، مفيش بلل، مفيش حاجه، الفرخ نايم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. الفرخ هناك عامل ازاي؟ اقرب لكم شايفين الفرخ عامل ازاي؟ نايم كده يعني وفارد رجله، الدنيا تمام تمام. طبعا حاطين لهم النهارده ليمون في الميه عشان طبعا الليمون يشيل الجهاد الحراري اللي عندهم. والدنيا طبعا ابتدت تظبط دلوقتي عن الاول يومين دول، يعني الحمد لله. طبعا النهارده جايبين حاجه جديده بقى غير اي حاجه. احنا قعدنا استعملنا لهم الفول كام يوم، 3 ايام. استعملنا الخميره برضو 3 ايام. النهارده بقى جايبين في مكون معانا اساسي. احنا العلف ده اساسي، وفي حاجه طبعا جديده غير البدائل اللي احنا بنستعملها. طبعا هنخش طبعا على البدائل ونشوف البدائل بس بالله عليكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد.
طبعا هنخش على الخلطه، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دي طبعا البطاطا طالما موجوده يا جماعه احنا ما بنحبش هم، البطاطا موجوده خلاص. يعني البطاطا دي بصوا، يعني هو بصوا كل الفرخ نايم ازاي. تعالي بقى امسكي حته البطاطا كده واعمليها كده للفرخ، هتشوفي كل الفراخ كده ايه جايه ايه يعني عليها، بتحبها وبتاكل منها بتسحب منها. فبسم الله ما شاء الله. طبعا البطاطا موجوده ورخيصه، حاجه جميله جدا. طبعا الحاجه التانيه اللي احنا هنستعملها برضو حاجه جديده النهارده خالص، ما شفتش حد اكلها، يعني نعتبر احنا ايه بناكل كل البدائل الجديده. طبعا البدائل النهارده عباره عن، طبعا كان عندي في عيش انا جايباه. العيش ده طبعا ايه مش عيش عادي يا جماعه. العيش ده قبل ما طبعا ما اخش على العيش، احنا حاطين طبعا هنا معلقه قرنفل ومعلقه حلبه، وحاطين حبه عسل. طبعا اللي احنا جايبينه النهارده بقى ده ايه، بصوا يا جماعه، بصوا البديل ده الابيض ده الجميل ده، ده فينو. الفينو ده احنا جايبينه، طبعا ده جايبينه كيلو ب8 جنيه. طبعا احنا كده هنا معانا النص عيش فينو اهو اهو، والنص التاني ايه العلف اهو اهو، العلف اهو. طبعا احنا ايه حطينا عليهم معلقه العسل، معلقه الحلبه، معلقه القرنفل لزياده الوزن. وهنقلب بقى الايه كده اهو، العسل مع القرنفل مع العيش مع العلف كده كله مع بعض. ما ننساش بقى نحط عليه بقى ايه البطاطا اهي اهي. طبعا احنا هنقلب كل الخليط ده في بعضه كده. الفرخ بيحبه جدا، الفرخ بصوا عاشق للبطاطا وبتحول معانا والله يا جماعه. يعني الناس ما يقولش بنحولش، احنا مش بنمنع العلف، احنا نص ونص، والفرخ بيهجم عليها اهي. وبصوا اهي مش اهي، بصوا عامله ازاي ناشفه خالص اهي. العيش ناشف والعلف ناشف، والبطاطا طبعا ايه احنا بشرينها، طبعا ما فيهاش اي حاجه. لو فيها بلل بسيط خالص كده هيتشرب ايه العيش، هيتشربها العيش الناشف. وزي ما انتم شايفين وجبه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفرخ بص يعني هما نايمين اهو، كله نايم اهو. هتشوفوا دلوقتي هيقوموا يعملوا ايه. طبعا احنا نزلنا بالعلف الخلطه اللي احنا عاملينها، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجه بصوا يعني الفراخ بيحبوها جدا. طبعا الخلطه اهي احنا حطينا جزء، طبعا احنا حطيناها ايه في العلافه جزء وايه، والتاني برضو ايه حبيت اوريه لكم برضو ان مفيش بلل ولا فيش حاجه. شايفين عامل ازاي اهو. فاحنا طبعا كده احنا بناكل الطيور بتاعتنا. الفراخ البيضه يا جماعه بنعملها زي الفراخ البلدي، بس طبعا العلف بندي النص والنص، فاحنا مش بنمنع العلف. وهناخد بقى طعم ووزن ان شاء الله هتشوفوا معانا الوزن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وزن جميل جدا والاحجام جميله جدا الحمد لله. يعني ده برضو راجع انت اهتمامك بالفرخ، ان انت ما تخليش الفرخ في البدايه في اي مشكله عنده معويه تنفسيه، عشان توصلي بالوزن اللي انت عايزاه. وان انت لما تاكلي البدايل ما تاثرش معاهم خالص. فاحنا طبعا لازم بنتعامل مع الفرخ الابيض في الاول معامله كويسه، في ان احنا بنحافظ عليه من اي مشكله معويه او مشكله تنفسيه. خلاص انت كده بعد كده هتاكلي الفرخ، لو اكلتيه زلط هياكل. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الوجبه بحطها لهم. طبعا الحاجات الطريه دي انا البطاطا والحاجات دي لما بحطها مش بحطها بكميات كبيره، عشان انا مش عايزه الاكل يفضل قدامهم، عشان طبعا ما يحصلش فيهم الاكل يحصل فيه تخمر. فانت لازم تعملي ايه وجبات بيخلصوها يعني مده ساعتين تعملي تاني. احنا طبعا ما حطيناش بصل ولا توم، لان طبعا هما البطاطا جميله جدا وبتشدهم برضو عن هما يسحبوا في الاكل. وبعدين البطاطا سريعه الهضم، يعني الفرخ هياكل ويهضم هياكل تاني. فممكن ياكل من البطاطا اكتر ما ياكل من العلف، لان العلف ممكن ياكل منه حبيتين، العلف حامي هيشرب عليه ميه. في نفس الوقت انت لما تيجي تذبحي الفرخه هتلاقي كله ميه. احنا طبعا زي ما قلنا برضو احنا بنحافظ على الفرخ. زي ما انتم شايفين اعزكم الله الحمام بتاع الفرخ ناشف ازاي. ده كله من ايه، ان احنا الاعشاب اللي استعملناها في البدايه، ان احنا ظبطنا امعاء الفرخ. كنا كل 4 ايام بنديهم جرعه اعشاب ان هي تحافظ عليهم
من اي اسهالات تجيلهم، فاحنا بنقول ما نستناش الاسهال لما يجي لهم، احنا بنحطه كوقايه. بس طبعا احنا كده خلاص السن الكبير، يعني ممكن على 30 يوم لو عايزين نذبح هنذبح. بس انا ما بذبحش طبعا لما بيبقى عندي الفرخ بيبقى بسم الله ما شاء الله كده حاجه جميله جدا. يعني انا ربيت وتعبت، فمش هذبح 2 كيلو ولا 2 كيلو وربع ولا 2 كيلو ونص، لا انا هستنى لما الفرخ معايا يديني الوزن اللي انا عايزاه. في نفس الوقت انا باكل بدايل، فكده انا مش حامله الهم. يعني انا بجيب البطاطا متوفره يعني معايا ورخيصه، وبجيب العيش برده متوفر ورخيص، فانا كده مش بشيل هم الاكل. بالنسبه للبدايل، البدايل والله بتجيب اوزان، بس احنا بنقول برده مع العلف ما بنقطعش العلف. الناس اللي عايزه تجرب يعني تجرب، والله ما تخافي، هاتي وجربي. بس هم ممكن يسحبوا من البدايل طبعا الناس اللي هي مربيه فرختين ولا 3 ولا 10 ولا 15. طبعا انت هتعملي لهم بدايل، سهل عليك ان انت تعملي بدايل. لكن الناس اللي هي مزارع بقى وكده بيبقى صعب عليها ان هي ايه، طبعا البدايل دي ان انت تقعدي تبشري وتعملي بيبقى صعب عليهم. فاحنا كده اللي بتربي في المنزل وبتربي حاجات على قدها تقدر ان هي تجيب البدايل بسم الله ما شاء الله، هتجيب معاها اوزان. بس بنقول مع العلف برضو، بس بتوفر معانا نص العلف. يعني بدل ما اكل العلف صافي، لا، وفي نفس الوقت هاخد الطعم برضو اللي انا عايزاه، لان انا طبعا بحب الطعم البلدي، اللي انا بربي البلدي وبحب الطعم البلدي. فانا عايزه الطعم اللي انا عايزاه، يبقى انا الطعم اللي انا عايزاه اطعمه بقى ايه، ما اديش علف صافي واطعم معاهم البدائل اللي انتوا شفتوها دي. طبعا اول حد ياكل فينو للفراخ البيضاء بتهيالي انا، يعني انا الحمد لله والشكر لله. انا برضو من اول ما اقدم الحمد لله والشكر لله البطاطا دي للابيض، الحمد لله الناس اللي معانا عارفين. طبعا كنت بربي البط، وبعد كده ايه بربي الفراخ البيضاء على البطاطس والبطاطا الحمد لله. وفي ناس كتير بقى خدتها، وفي ناس كتير نفعتها الحمد لله. ده كله في ميزان حسناتنا، ان انت تقدمي فكره وغيرك يستفاد منها، انا اقدم فكره وغيري يستفاد منها، كلنا بنقدم. اي واحد عنده فكره التاني بيستفاد منها، بياخد برده اجر على اجر عند ربنا، اجر كبير قوي ان انت قدمتي حاجه غيرك استنفع نفعته، يعني عمل منتفعا به. فالحمد لله كل اللي بيقدم حاجه بتبقى في ميزان حسناته، ان هو ايه قدم حاجه لغيره وغيره استفاد بيها. بس بالله عليكم بقى برضو نفسي تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وانتوا بتسيبوا لنا طبعا كومنت حلو كده منكم، واي سؤال اي استفسار تحت امركم. الواحد هدفه من القناه ان هو يبسط التربيه على الناس، وكل اللي عايز يربي التربيه خير في البيت، لقمه نظيفه، حاجه نظيفه، حاجه ضمناها، حاجه ما فيش هرمونات، حاجه اعشاب طبيعيه. فكل حاجه انت طبيعيه هتديها لفراخك هتحصلي بقى على طعم زي العسل. شوفي بقى فراخ انت ماكلاها فينو، ماكلاها فول، ماكلاها عيش، ماكلاها بطاطا، كل الحاجات اللي انت ماكلها لها دي في الاخر بقى هتدوقي بقى حته لحمه كده زي السكر، ما فيهاش ميه، ما فيهاش اي مشكله، يعني ما فيهاش واخده ادويه ان انت تستني تسحبي الادويه من جسم الفراخ. فانت كده بسم الله ما شاء الله هتربي وهتحصدي حاجه زي العسل، وهتحصدي غير بقى فرخه بقى ان انت لما هتربيها بالطريقه دي مش هتحملي هم الاكل، فممكن تسيبها 40 يوم، ممكن تسيبها 50 يوم. الناس اللي بتقول 50 يوم وكده وما تسيبهاش، لا والله العظيم سيبيها وهتشوفي اوزنها ايه. ما تقوليش بقى صدرها يبقى ناشف، لا هي مش هتبقى امهات اصلا. انت هتقعديها كام؟ انت هتقعديها 6 شهور؟ لا انت هتقعديها من 50 يوم ل 45 يوم بالكتير قوي 60 يوم. وتفرجي بقى على صدر الفرخه تطلعي منه بانيه قد ايه. ما طلعتيش 2 كيلو و2 كيلو بانيه من الفرخه، يعني ده 2 كيلو، لان الفرخه بتبقى 4 كيلو ونص. فبسم الله ما شاء الله ان شاء الله يعني هنوزن برده معاكم، وهنشوفوا لو معانا الفراخ عامله ازاي. واحنا طبعا بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله اللهم بارك، يعني اللهم بارك، يعني الحمد لله الدوره ماشيه معانا تمام. اللي قبلها تعبتنا، اللي قبلها خدت مننا، جالها التهاب رئوي وخدت مننا، بس في الاخر احنا نزلت لها طبعا العلاج. انا نزلت لها ساعتها تايلوزين وموسع شعب هوائيه يا بيطري، يا اما تجيبي الاولفنت، حلوين الاثنين مع التايلوزين واوكسي الاثنين مع بعض. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه زي العسل. وحاجه بصي بالنسبه للعلاج البرد التايلوزين مع الاوكسي مع موسع شعب هوائي، الثلاثه دول حاجه جميله جدا. يا اما تجيبي موسع شعب هوائيه بيطري، يا اما تجيبي اولفنت بشري. ده حلو وده حلو، لان انا طبعا مريت بالفراخ، بس الحمد لله برضو ان انا
ما خليتهاش تمنع الاكل، والتحويل بتاعها يفضل شغال معايا، وفي الاخر انا ذبحت اوزان مرضيه يعني الحمد لله. وشايفين هم ناموا اكلوا وناموا ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى لسه الفرخ لسه ما رباش ريش خالص يعني، شايفين لسه ده هيربي ريش، هيطلع ريش، ده هيدينا اوزان جامده. ولسه طبعا الفرخ الابيض مهما يديك يعني يكون وزن، لازم تستني لما الريش الاصفر يروح من دماغ الفرخ، عشان يبقى كده ايه الريش الحلال. خلاص كده تقدري تذبحي ان شاء الله. يا رب اكون افدتك لو بمعلومه صغيره، ويكون فيديو نال اعجابك. وحبيبتي الغاليه ما تنسينيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو منك. اي سؤال او استفسار تحت امركم. اشوفكم على خير، تمام لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.